سمعت مقولة عجبتني جدا وجننتني أكتر ما أنا مجنونة. قالك الجواز للمستقرين. نعم، الجواز للمستقرين مش للي عايزين يستقروا. ازاي الكلام ده؟ يعني لما تيجي نكلم واحد كده ونقول له يلا يا عم بقى نتجوز بقى عشان تستقر بقى ونخلص منك. لا، هو أولا الجواز يعني حاجه كده. الجواز مش مصلحه نفسيه يا جماعه، ان انا واحده مريضه نفسيا اتجوز واحد مريض نفسيا ويلا بقى انا عارفه فيه عيب، لا انا هغير منه، لا هو هيغير فيا. خلينا دايما نفتكر ان كلنا فينا عيوب، بس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالجواز يا جماعه يعني معنى ان احنا نكون مستقرين نفسيا، مستقرين في اعتقاداتنا ومعتقداتنا، مستقرين بالطريقه اللي بنفكر فيها، مستقرين بحبنا لنفسنا، بحبنا للآخرين، بحبنا للي حوالينا. الجواز يا جماعة ان احنا نتجوز حد يشاركنا حياتنا في الضراء قبل السراء، في الوحشة قبل الحلوة. الجواز ان احنا نتعب ونشقى طول اليوم ويطلع عينينا، ويجي في اخر اليوم احنا عارفين ان احنا هنقعد في وشوش بعض واحنا مبسوطين، واحنا بجد كده قعدة حلوة كده، مع قعدة بسيطة، 5 جنيه لب على 5 جنيه سوداني على حاجات كده بسيطة، ولكن احنا واثقين ان في اخر اليوم حاجه حلوه. الجواز ان احنا نتجوز حد فعلا يهون علينا معنويا قبل ماديا، ونحط تحتها 1000 خط. يهون علينا معنويا ونفسيا قبل ماديا، لان الفلوس مش كل حاجه. الجواز ان احنا فعلا نيجي على اخر اليوم كده واحنا نايمين مرتاحين وعلى وشنا ابتسامه رضا، بان فعلا نشكر ربنا ان اختيارنا كان صح واحنا قاعدين في امان وسلام. الجواز قبل ما يكون اي حاجه، الجواز موده ورحمه.